مرحبا بكم أصدقائي في الحلقة 17 لمسلسلنا الرمضاني الرائع مسلسل شكون كان يقول. هيثم غادي يخرجوا لأنه فعلا ما لقاو عليه حتى هو حتى شي دليل ملموس نهائيا، وبين بأن هذيك البابيون ماشي ديالو باقا مع حوايجو في البيت ديالو. غادي يولي عنده متهم جديد اللي هو دريس اللي غادي يديو حتى هو يحقوا معاه، وغادي يبداو يسألوه مجموعة ديال الأسئلة من بينهم فين كان غابر هاد النهار. دريس غادي تبان عليه مجموعة ديال العلامات كتبين بأنه ممكن يكون هو القاتل الحقيقي. حتى هو كيخرج من بعد لأنه كدار الخبرة ديال الموتور، وكتبين بأن هذاك الموتور اللي ضرب البوطو هذيك الليلة هو ديال عثمان، وعثمان أصلا غيمشي عندهم برجليه باش يقول لهم هاد الشي، وهو كيهضر بواحد الطريقة بحال أنه كيتهم راسو، وباغي من البوليس يأكدوا ليه واش هو اللي قتل أو لا ماشي هو اللي قتل. عثمان أصدقائي غادي يشدوه بضعة أيام، ولكن من بعد حتى هو غادي يخرجوه، لأنهم فاش كيبقاو يبحثوا كيوصلوا لواحد الخيط اللي هو يا جديد. وهذا الخيط كيتهم دريس مرة أخرى، لأنهم كيلقاو واحد الكتاب كان ديال عامر كيخدم به عامر، وداك الكتاب مشبوه وفيه مجموعة ديال الأسماء، ومن خلال التواريخ الأخيرة ديالو كتبين بأن شي واحد باقي كيخدم هذيك الخدمة المشبوهة ديال عامر. غادي يحقوا غادي يوصلوا لدريس وغادي يديو يحقوا معاه. كنزة أصدقائي ما غاديش تبغي تواجه الرجل ديالها وغادي تخليه على راحته، ولكن غتحاول توقف على رجليها وتخدم وتبدا المشروع ديالها. من بعد أصدقائي غادي تواجهوا مواجهة قوية وغادي تصدموا كيف ما هو صدمها، وغادي يطلب الطلاق بالرغم من أن دريس كيبغيها بزاف وما غاديش يبغي يطلقها، ولكن هي غادي تطلق. أسماء غادي تمشي وغادي تسكن في دار جديدة شراها ليها دريس لأنه باقي محتاجها وباقي غادي يستغلها، ولكن في الأخير غادي تصدم مني غتعرف بأنه ما كيبغيها ما والو وغير يستغلها فقط. أما بالنسبة لسناء أصدقائي فغادي تكون حامل وغادي تعرض واحد الصدمة حتى هي، لأن الحبيب اللي حباتو هشام صدق غير كيكذب عليها، وصدق عنده الزوجة ديالو عنده وليداتو، وغادي تعرف هادشي يا خوتي مني غادي تحمل. اما بالنسبه لنادية فولات كتبغي هيثم بزاف وما غاديش تبقى ما غاديش تعترف ليه بالحب ديالها. هي كتحس بالراحه ملي كتكون معاه، لانها ديجا ما عمرها ما حست بالراحه، وفاش كانت صغيره عاشت مشاكل كبارين، وحتى فاش كبرات ما عمرها ما حست بالحنان ديال الاب نهائيا. المهم هي كانت محرومه من مجموعه من المشاعر. هيثم هو اللي غادي يعوضها وفعلا وحتى هو غادي يعترف ليها بأنه كيبغيها، وفي الأخير أخوتي غيكون هذا هو القبل ديال مسلسل شكون كان يقول، وغادي يتزوجوا. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء.